Hey guys، فيديو النهارده انطلب مني وهو عبارة عن فكرة بسيطة لهدية البيست فريند او لصديقتك عامة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وبس يلا بينا نبدأ الفيديو. كالعادة هستخدم ورق سكتش رسم بتاعي وهو عبارة عن ورق سميك. الفكرة كلها اللي احنا هنعمل صندوق من الورق صغير DIY، لازم يكون ورق سميك عشان يستحمل معانا. هستخدم قلم رصاص والمسطرة وهبدأ اني اعمل 5 مربعات مقاس 6 في 6. وبليز خلوا المقاسات بتاعتكم مظبوطة لانها ما طلعتش مظبوطة معايا قوي. دي اجزاء الصندوق وما تستغربوش هتفهموا الفكرة اكتر بعد شوية. فهنحط كده اجزاء الصندوق على جنب وهنبدأ ان احنا نعمل اجزاء غطاء الصندوق. هنجيب ورقة بيضة تانية وهناخد مربع واحد وهنعمل مربع واحد بس على المقاس المربع اللي احنا خدناه عشان ما يكونش الغطاء اوسع او اضيق من الصندوق اللي هنعمله. وبعد كده هنعمل 4 قطع مستطيلة الطول بتاعهم على طول المربع اللي عملناه اللي هو 6 سنتي والعرض 1.5 سنتي. فان شاء الله هتفهموا الفكرة دلوقتي. فدي اجزاء الغطاء اللي احنا عملناه. هنبدأ ان احنا نلزقهم. هنستخدم لازق شفاف او السولوتيب عشان نلزق بس القطع ببعضها. هنبدأ ان احنا نرص القطع على الترابيزة اللي بنشتغل عليها ويخلينا بس مسافة صغيرة خالص بين القطعتين ونبدأ ان احنا نلزقهم من الجهتين، فبحيث ان احنا نعمل زاوية كده للصندوق. اكيد انتوا فهمتوا الفكرة، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. وهنكمل باقي القطعة كلها باللزق عادي. وده الشكل اللي طلع معانا واللي احنا عايزينه، بحيث ان احنا كده لما نجمع ونطبق كل القطع مع بعض تظهر كأنها صندوق. فان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة. هبدأ ان انا الزق الجوانب برضو باللزق السلوتيب. وبكده لزقنا وده الصندوق. هنبدأ ان احنا نعمل الغطاء او نلزق اجزاء الغطاء ببعضها بنفس الطريقة، مفيش اي حاجة هتتغير. هبدأ برضو ان انا الزق الاجزاء مع بعضها باللزق وبكده يكون خلصنا الصندوق والفكرة كلها خلصت. هبدأ بقى بفقرة التزيين. هنبدأ ان احنا نزين. هبدأ ان انا استخدم اللون البينك كده وهعمل قلوب كده صغيرة كيوت. مش عايزة اخلي شكل الصندوق اوفر، اللي عايزاه يكون كيوت. وبرضو الغطا بنفس الطريقة على الصندوق كله على الغطا ونقط عشوائية باللون الاصفر. بس الصندوق جاهز معانا. الحاجات دي بتتجاب من المكتبة، هي عبارة عن انك تحطيها جوه الصندوق بيخلي شكلها احلى. بس الصراحة ما حبيتش الورق البنفسجي ده فحطيت بس الاخضر وشكله حلو قوي وعجبني قوي من جوه. وهننتقل للافكار الهدايا الاساسيه بقى. اول حاجه تحط لها سلسله او عقد لطيف جدا انت عاملاه او شاليه عادي بربطات شعر او توك. ودي اساور ممكن تعمليها انت وهي وتلبسوها مع بعض يكون شكلهم كيوت قوي. دول كنت عاملاهم واحطهم في الهدايا. ونبدا اللي احنا نعمل كارت تهنئه بقى، يعني مش معقول ده كله منعملش كارت. هبدا اني اخد ورقه صغيره خالص واقص اطرافها على شكل دائري بحيث ان يكون شكلها احلى. وابدا اني اكتب على الكارت كل عام وانت بخير او اي كلام انت عايزه تكتبه لها وازينه. وبس خلاص ده الكارت معانا خلص. وهبدأ اني احط الكارت كده في مقدمة الصندوق او في وش الصندوق لما تفتحه على طول. وبس دي الفكرة خلصت معانا ودي النتيجة. حبيتها جدا وشكلها حلو قوي قوي، عجبتني قوي. ما تنسوش تكتبوا رأيكم تحت في التعليقات. فكرة بسيطة جدا مش هتكلفك اي حاجة. وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.